الابن ده هو ووالدته كانوا مروحين بيتهم، بيبصوا كده لقوا بنت صغيرة بتحاول تدخل بيتهم ومش عارفة وبتنط فوق السور. قالوا لها انت بتعملي ايه وجاية لمين هنا؟ قالت لهم انا جاية لبابا بس مش عارفة ادخل البيت. قالوا لها باباكي؟ مين باباكي؟ اكيد انت غلطانة في العنوان. فقالت لهم اسم باباها. فهم الاتنين اتصدموا. قال لها ازاي ده يبقى والدي؟ طيب ممكن تتصلي بباباكي وتتأكدي اذا كان هو او لا. قالت له انا اسفة انا مش معايا تليفون بس معايا رقمه. فقال لها طيب خدي تليفوني واطلبيه. طلبت الرقم، فعلا ده رقم باباه اللي متسجل على تليفونه. فهنا والدته قالت لها تعالي معانا كده جوه وبعدين نتفاهم مع بعض، مش هينفع نتكلم هنا. واخدوها ودخلوا على البيت. اول سؤال سالوه لها انت منين؟ فقالت لهم اسم القريه، نفس اسم القريه اللي منها باباه. الاخ رد عليها وقال لها واضح كده فعلا انك انت اختي، قوليلي انت كنت جايه ليه؟ قالت له والدي طلق والدتي من زمان جدا، وكان بيجي كل كام سنه علشان يسال عليا، وله سنتين ما جاش وانا دخلت الجامعه وظروفنا صعبه شويه فكنت جايه استلف منه فلوس علشان اقدر ادفعها مصاريف الجامعه. هو بابا فين؟ فردوا عليها وقالوا لها هو توفى من سنتين. فالبنت كانت بتعيط وقالت لهم ازاي، انا كان نفسي اشوفه. فقال لها طيب وما كنتيش بتيجي تسالي عليه ليه طول الفتره دي؟ قالت لهم علشان والدي قال ان هو عمل اسره جديده وانا ما كنتش حابه اجي علشان ما اخربش بيته وما عملوش مشكله. فقال لها بخصوص الفلوس اللي انت كنت عاوزاها انا معلش مش هقدر اسلفك. قالت له لا لا خالص انا مش بعيط على الفلوس، انا نصيبي كده، انا بس زعلانه لاني كان نفسي اشوف ابويا. على العموم انا ماشيه. اخوها قال لها استني، انا قلتلك مش هسلفك لكن ما قلتلكيش مش هديك الفلوس. الفلوس دي من حقك وانتي اختي، حتى لو انتي من ام تانية بس برضو انتي اختي. الفلوس دي تشتري منها لبس كويس ليكي وتدفعي منها مصاريف الجامعة، وانتي من النهاردة مسؤولة مني لانك اختي وانا مكان باباكي، ولو احتجتي لأي حاجة في اي وقت لازم ترجعي لي لاننا كلنا اسرة واحدة. فمرات باباها قالت لها اوعي يا بنت تكوني فاكرة ان انا زعلانة اني شفتك، بالعكس انت فكرتيني بباباكي وانا لا يمكن ازعل منه لان انا ما شفتش معاه غير كل خير، وبما انك بنت واخت ابني فانت بالنسبه لي بنتي، وده اخوكي ظهرك وسندك. اوعي في يوم تترددي ترجعي له في اي حاجه. يا ترى الاخوات في الزمن ده ممكن يقفوا جنب بعض ويساعدوا بعض؟ اخواتك بيعملوا معاك كده؟ منتظره ردكم في التعليقات وصلوا على النبي.